هل لقينا بديل KFC الحقيقي ولا لا؟ جربنا في فيديو قبل كده 7 اماكن فرايد تشيكن مصريه بديله KFC. المكان اللي معانا كان ترند الفتره اللي فاتت قوي، جبنا المنيو كله. هل يستحق الضجه دي؟ يلا نشوف. دودز فرايد تشيكن. دودز خد ساعة و10 دقايق تقريبا، هو من كتر الضغط عليه في المطعم هو قال لنا حتى ان الاوردر هيتاخر. عايزين نشوف الحاجات اللي احنا جبناها معانا كده نوريها لكم. جبنا وينجز؟ جبت 2 وينجز. اوه يا عشان جعان جدا. هنقول جبنا اغلب الحاجات الفرايد تشيكن عندهم. طلبنا اغلبيه الحاجات الفرايد تشيكن عندهم، وفي ساندوتش. طلبنا من عندهم اغلب الفرايد تشيكن اللي موجود في المنيو، يعني حتى اللي ما جبناهاش قال لنا انها مش موجوده عشان احنا طالبين متاخر شويه، فغلبنا طلبنا 3 ساندوتشز او 4 بالتويستر، ووجبه ستريبس، ووجبه دينر ميل فيها 3 بيسز، وطلبنا الوينجز رانشي فرايز وريزو. هنشوف بقى كل حاجه باسعارها وطعمها بالترتيب. يلا بينا نبتدي بالابيتايزرز. احنا جبنا 5 من عندهم: بافلو تشيكن فرايز، سبايسي ريزو، تشيكن ماكن تشيز، 2 وينجز، واحده بافلو وواحده باربيكيو. يلا بينا. هنبدا بالماكن تشيز، دي ب 69 جنيه، وطبعا جاي سخن بعد ساعه، فدي حاجه جامده كويسه. دي من اقوى الماكن تشيزز اللي جبتها الفتره اللي فاتت. انا في العادي ما بحبش الماكن تشيز في اماكن كتير عامه، يعني كاك سكواد لما جربناه في فتره بيعمل دايما ماكن تشيز في الفرايد تشيكن معاه. يبقى ايه؟ انا ما جربتهاش قبل كده لانه بيعمل الايه؟ ما جربتهاش. المشكله دايما في التشيز لما بتبقى معموله من مكان هو بيجود منها، هنا هو التجويده بتاعته حلوه. الفرايد تشيكن نفسها طعمها حلو مع المكرونه نفسها، السوا بتاعها كويس. ماكن تشيز يا جماعه تحفه. السعر ده جميله جدا بصراحه، 70 جنيه تستاهل. بافلو تشيكن فرايز عليها هالوبينو وعليها بافلو، والفرايز والفرايد تشيكن طبعا هي شكلها متغرقه بافلو. انا عجباني بس انا حاسسها الهالوبينو مش حلو، وتو ماتش بافلو صوص. لا فرايد تشيكن مع التو ماتش بافلو صوص ده خلى الكراست بتاع الفرايد تشيكن من بره يدوب، البريدنج نفسه او مش دايب كده. اللي بيحب البافلو هتعجبه عامه قوي، بس هو كتير يعني، ممكن البافلو يبقى افريج عن كده يعني، يهدوه شويه هيبقى بالظبط. خش بقى على اللي بعده. ريزو سبايسي ب 65. اول نوت بس الصوص كتير قوي، مش عارف، ممكن تبقى حاجه حلوه على حسب طعمه، هنشوف. هو ريحته حلوه بس هنشوف الطعم مع مكفسنه يعني. هو ريحته KFC بصراحه. الرز هنا مختلف شويه، مش الرز العادي بتاع الريزو. هو ريزوتو اللي ايه مش عارف. هو مش سبايسي، هو مسكر قوي. مسكر قوي. حلو، هو صوص حلو كمان يعني، بس هو كتير قوي على الطبق ده بصراحه. انا هتكلم برضو على حاجه تاني. انا الفراخ، حته الفراخ كتيره في الريزو، فدي برضو ميزه. الرز هنا واخد طبقه كبيره تحت، فالصوص نفسه لما تقلب هتبقى مظبوطه معاه. هو فعلا الصوص متكدس قوي فوق، هو بيرشه بعد ما بيخلص فتمام يعني، بس هو نفسه طعم الرز نفسه حلو على فكره، مش وحش خالص. الريزو عاجبني انا، يعني مش عارف هو غلط، انا طالبه سبايسي فما جاش سبايسي، بس ده يعني انا في العادي اللي مش سبايسي في KFC ما بيعجبنيش، بس هنا ده عجبني، فحاسسها بوينت تتحسب له برضه. نخش بقى على اللي بعده. الباربيكيو وينجز ب 65، والبافلو وينجز ب 70. يجي مع كل وينجز رانش صوص. ندوق الاول باربيكيو. يلا. باين ان طعمها نضيف، السيزنينج حلو ما تحسش انها، عارف الفراخ اللي دايما الوينجز لما تاكلها تحسها محقونه كده. دي نضيفه. انا معاك. كل بس النقطه لو قل الباربيكيو ككميه مش كتيست او حاجه. نخش على البافلو. برضه متوصي قوي بالصوص. مش مضايقني زي الفرايز. الفرايز مشكلته في الهالوبينو غالبا. البافلو مضايقك في ايه؟ انا ما بحبش الصوص ده مع الوينج. عارف البافلو اللي هو بيبقى مش عارف، بيبقى شكله زيتي اكتر شويه، البيتي اللي هو بيتعمل باتر بالظبط. اللون كواليتي الفراخ حلوه، السيزنينج بتاعها معمول لذيذ من جوه، حاطين يعني تتبيله حلوه من جوه وباينه. الرانش حلو قوي، انا جربته يعني جربته لوحده حتى حلو. خلصنا ابيتايزرز، يلا بقى نخش على اللي بعده. جبنا وجبتين، 3 قطع ستريبس و3 قطع فرايد تشيكن. الستريبس ب 105 والفرايد تشيكن ب 155. بيجوا معاهم كول سلو، ده بيجي معاه كول سلو صغير وده بيجي معاه كول سلو كبير شويه، والعيش العيش بتاعهم ريتش بيك مع الوجبات كلهم فيه فرايز والبن طبعا والكول سلو دول. نبدا بالستريبس. نبدا بالستريبس يلا. بيدي شويه عشان شويه ولا اطيب شويه؟ ما هي انا قصدي كده يعني، ما ده قصدي بيدي اللي هي تحسها جاهزه، قلب على الاطياب شويه. ليه يعني هي الفراخ قوي، مش متبله تتبيله مثلا مميزه او حاجه، تحسوها متبله عادي. واضح ان هي خدت وقت زياده في الزيت
فسحب السيزون كله. مش عارف، هي تندري بصراحه، جوسي من جوه، بس التتبيله مش موجوده، وهي بيتي فيها تحسها فاضيه يعني. مش حاسسها سبايسي اصلا. بطاطس دقتها بصراحه منقنقه كده، مش هكدب عليكم، طعمها وحش قوي قوي. ليه؟ هي فان فريتس دي ولا ايه؟ مش عارف دي ايه دي، بتاعت التلجات باين ولا ايه. وحشه قوي. ايه عشان ده؟ نفسي في مكان فرايد تشيكن بيعمل بطاطس حلو. يعني المعادله دي بايظه. مش عيب، مش مهتم بالفرايز. طب ما يطلعهاش مع الاوردر يا عم، يطلع لي معاها. انت اللي ملتبس على كان ازاي ولا حاجه؟ يعني ايه ده؟ فين حاجه الساعه؟ ندوق مفيش اي حاجه صعبه. هندوق الكول سلو كده مع بعض ونشوف. طعمها مسكر قوي يعني، تديها 60% مثلا من نسبه يعني 66. هي ما فرقتش، مش هنقدم لها في حاجه، فاهم. نجرب البن. ماشي، بس هي يعني فكره ان هو عامل لنا مع ريتش بيك دي لذيذه الصراحه. بس هو يعني بص، انا حته تغليف العيش دي بتخليه كويس، بيفضل كويس الصراحه. لذيذ. نجرب الفرايد تشيكن بقى دلوقتي. في دي دبوس وفخد وصدر. بالنسبه لي اكتر حاجه ممكن تبقى زفره في الفرخه كلها، دبوس. فعشان كده طلبتها قاصد. ده الصدر، نجرب الدبوس كده ويجرب الصدر. قوي طعم الفراخ نفسها مع الفراخ جامدة أوي. والبريدنج حلو. انا بالنسبه لي الدبوس، ان انا ابص على دبوس والاقيه كله ابيض كده، ما فيهوش حته سودة حتى، دي حاجه نظيفه فشخ. ده معناه ان الفراخ نفسها نظيفه والتسويه بتاعت الفراخ حلوه قوي، والتتبيله واصله وكل حاجه. تقدر تقول ان هو شبه كي اف سي. انا اقدر اقول كده، عامة. انا اقدر اقول كده قوي. عامه هو انضف من كي اف سي. من اللي انا دقته كبراند مصري، لا حلو قوي. نظافه الفراخ يعني مش بتلاقيها كتير في المطاعم بالظبط. المصريه بصراحه. يعني ينافس الفروع النظيفه بتاعت كي اف سي. على بال. طب علي هيقعد بقى يخلص، هنخلص احنا الفرايد تشيكن دي، وبعد كده نخش على ايه نخش على الساندوتشز. يلا بينا. دلوقتي دخلنا على السندوتشات. معانا رانشي وبيج بوس وفاير والتويستر. كل دول الثلاثه دول ب 110 والتويستر ب 75. كلهم سنجلز. دلوقتي هنبدا بالتويستر ب 75. العيش هنا صاج. مش تورتيه، عيش صاج سوري. ايه الخص ده كله؟ ودول بالسوري. فيري سبايسي باد. ولا مش سبايسي؟ عادي عادي. اللي هو طب ايه يعني؟ سبايسي. البيس هنا نفس طعم الستريبس. هي اصلا تحسها حته ستريبس طويله بالظبط. بس التتبيله، الفرق بينها وبين الستريبس هنا ان التتبيله واصله اكتر. والعيش الصاج غريب شويه، يعني التورتيه اوقع. سوري، ابو دودز السوري فاهم. التورتيه اوقع، يجي منه لو جاء بتورتيه وقل شويه الخس، مش اكتر من كده بالنسبه لي انا. الفاير دي ب 110. ده بيبقى عليه موتزاريلا ستيكس وهالبينو. انا طالب سنجل وحاسس ان حجمه طبعا بالنسبه للسنجل هو كبير قوي. يعني ندوق كده الطعم ونشوف. الهالبينو بتاعهم ما كانش ألذ حاجه مع الفرايز، بس هندوق هنا مع الساندوتش هيبقى عامل ازاي بقى. يلا. الساندوتش ده حلو قوي، جامد جدا. بس هو ليه اتسمى فاير؟ فين السبايس؟ حراق يا ابني. الهالبينو فشيخني تاني. ب 110 انت هتشبع من ساندوتش واحد اساسا. ده هو مش بصراحه كواليتي فور ماني رهيب. ده كواليتي فورمال رهيب جدا يعني. هو ب 110 ياخد الساندوتش فيه 2 بيسز وهو سنجل وموتزاريلا ستيكس وكده. سبحان الله. ندخل على الساندوتش اللي بعده. بيج بوس. البيج بوس في عليه ترك وشيدر ستيكس او موزاريلا ستيكس، لسه هنشوف. مايونيز وعليه خس. بس هو فعلا السنجل عنده لو ب 110 وبالحجم ده، لا هو بجد بيرفكت. ريحه التركي باينه قوي من بعيد حتى. يعني لسه ما قلناش. التركي مش عاجبني بصراحه. ولا انا. والفراخ عامله نفس مشكله لما الصوصات كانت كتير عليها، البريدنج من بره مش باين. داب قوي. داب قوي. بس الفراخ طعمها حلو. بس دايما الفراخ طعمها حلو يعني يعني انا عاجبني ان هو في الاول وفي الاخر بيقدم الفرايد تشيكن، وفي الاول وفي الاخر الفراخ دايما في كل حاجه دخلت فيها طعمها حلو. والله. حط سبايسي مايو وانا حاطط مايونيز عادي. بس عكس اللي فات. هناك كان حاطط صوص هالبينو مع هالبينو، كان حراق قوي يعني. بس اللي بيحب السبايسي هيعجبه قوي. هو الصغير اسمه دودو. مين دودو؟ اسمه كده والله. ده في دوتس. إيه ده؟ دودز السانشو الصغير مش انت جربت دوتس قبل كده يا عمر؟ انا فتحت طلبات يعني. مش موجود بذاكر يا جماعه، بذاكر عشان الحلقه. مش موجود على طلبات، موجود بذاكر عشان الحلقه. نخش على الساندوتش اللي بعده. والله انت منتج. ده رانشي دي كان ب 110. ده طبعا مليان رانش وعليه برضو موتزاريلا ستيكس وبرضو 2 بيسز. هم مثبتين فرايد الفكره تشيكن. بيغيروا في انا حاسس ان الفكره في الصوصات. يعني انا ابتديت احس ان هو اسامي على الفاضي طب يلا. يلا.
بس الرانش حلو قوي عندهم. الرانش هو مشكله، بس الساندوتش ده في وجهه نظري هو حلو، بس الرانش لو كان اقل كان هيبقى بيرفكت بالنسبه لي. كده احنا خلصنا. ننهي بقى الفيديو ده بعد ما نلم. دلوقتي احنا بعد ما جربنا كل ده اتفقنا على حاجه واحده، ان الفرايد تشيكن عند دودز هل هي فعلا احسن من KFC دلوقتي؟ بدون منازع. هنقول لكم دلوقتي ريكومنديشن بسيطه تجيبوا من مكان ايه. لو هروح هجيب كابيتايزرز الماكن تشيز مع الدينر ميل، او اي ساندوتش من الثلاثه هتدفع، مش هتدفع فوق ال 200 جنيه تقريبا. يعني ساندوتش منهم مع حتى وينجز هتبقى برضو لسه في رينج ال 200 جنيه تقريبا، 200 250 ماكسيم، وهتبقى مبسوط وشبعان. يعني مش قادر تكمل. وفي صاحبنا شريف برضو لما راح كان بيقول لنا ان الراجل قال لهم حطوا بافلو صوص على الماكن تشيز وكان تحفه. فبرضو لو انتوا حابين تجربوها كفكره. شريف ده واحد صاحبنا يا جماعه قاعد ورا الكاميرا. يعني احنا معانا احسن يكون شريف مثلا مذكور يعني. مين شريف اللي عارفنا في 500 سبسكرايبرز قلت دول؟ لهم ما شريف يا جماعه راح مين شريف؟ يعني صاحبنا. قلت واحد صاحبنا شريف، قلت واحد صاحبنا شريف، قلت واحد صاحبنا شريف. الناس فاكره علي بالبيض ورا الكاميرا، انت فاهم غلط. سقف دودز يا جماعه. احنا وصلنا لاخر الفيديو. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، لايك، كومنت على التواب. هي شبراوي في الكويت ما اعرفش تعمل ايه. افعل زر الجرس. معانا يا جماعه اصابي علمه، حياه ربنا حياه ربنا ورا الكاميرا. لو نجحنا اول كان هو اللي مقطع السندوتشات. $100 نزلوا من البلكونه مش هنزلوا من الباب. لو جربتوا دودز قولوا لنا ايه اللي عجبكم عنده، ولو ما جربتوش روحوا جربوه. ايه مطعم فرايد تشيكن تاني تحبوا نعمل له ريفيو؟ لو في حاجه ما نعرفهاش يعني نجربه المره الجايه. بس يلا سلام عليكم. تعالى بقى هات بقى. هنعمل ايه بقى؟ هات الجوالكس. اهلا بيكم في فيديو جديد من بواقي علي والبيه.